انا ملاحظ يا مصطفى ان الناس اللي بتشحت في الشارع الموضوع ده انتشر كتير جدا الفتره الاخيره. ده حقيقة وخصوصا مع الأطفال. احنا لو دورنا اصلا على ارقام ممكن نوصل لرقم مرعب جدا. سنة كده ابص عليه، بيقول لك ايه بقى؟ ان في احصائيه سنه 2017 بتقول في حوالي نص مليون حاله تسول، منهم بس حوالي 97 الف طفل، وطبعا رقم مش دقيق. غير كده في احصائيات تانية مطلعاها وزاره التضامن بتقول لك ايه؟ ان سنه 2020 لسنه 2021 في حوالي 1690 قضيه تسول، منهم حوالي 870 بس للاطفال. طبعا الارقام على ارض الواقع اكتر بكتير، وده يخلينا نروح لسؤال مهم جدا: هل الطفل اللي بيقوم بعمليه التسول ده هل هو متهم ولا مجني عليه؟ والاجابه هي ان الطفل مجني عليه، واحنا قصدنا على الطفل هنا اللي اقل من 18 سنه حسب قانون الطفل، لانه في الحاله دي الطفل بيتم استغلاله من قبل حد كبير في عمليات التسول او الشحاته. في الحاله دي يعتبر الطفل معرض للخطر، وده وفقا لقانون الطفل ماده 96 بند 7 بيقول ان يعتبر الطفل معرض للخطر اذا وجد في حاله من حالات التسول. وفي الحاله دي اللي بيتم معاقبته الشخص اللي هو خلاه يقوم بالاعمال دي، ممكن ساعتها توصل عقوبته لست شهور وغرامه ما بين 2000 ل 5000 جنيه او بالاتنين مع بعض. ممكن العقوبه تتشدد لو خد الموضوع الاستغلال ده صوره من الصور اللي تجارب البشر، ودي هتكون ليها حلقه مخصوص بيها. نيجي بقى الاهم والاخر حاجه: حل المشكله دي. حل المشكله دي مع الاطفال اللي هم المجني عليهم. لازم الاطفال دي تتحط في دور رعايه عشان يتم تاهيلهم، مش كده وبس، يتم كمان تدريبهم عشان خاطر يبقى يساعدهم في الادماج تاني في المجتمع.